مش زعلان غير ان احنا خلاص انتهت المتعه، ماتشين 7-6 انتر ضد برشلونه، كره قدم من كوكب تاني، من حاجه تانيه ما شفناهاش قبل كده. اكلمك عن ايه في اللقاء؟ اكلمك عن الشوط الاولاني. شوط اول برشلونه المفروض بيلعب كوره ممتعه، وقدامك فريق مفترض انه نازل يدافع، يفاجئك انزاجي في الدقيقه 21 ويخلي فريقه يعمل ضغط عالي، يقطع الكوره دي ماركو ويعمل سروق عالمي لدومفريز اللي بيروح انفراد تماما بحارس المرمى، ثم يعمل سروق احلى واجمل للوتارو مارتينيز اللي بيسجل هدف اول سهل. اكلمك عن ايه تاني في الشوط الاول؟ عن ضربه جزاء لوتارو مارتينيز بيلبسها للمدافع، وكوبارسي يقول له شكرا يا عم الحاج خد ضربه الجزاء، ويدخل تشالهان اوغلو ويسجل هدف تاني. اكلمك عن شوط تاني وعوده التيكي تاكا مره تانيه مع هانز فليك لبرشلونه. الدقيقه 54 هدف اول لبرشلونه، الباك الشمال لبرشلونه مارتين يحط الكره للباك اليمين جارسيا ويسجل هدف اول. ولا اكلمك عن الدقيقه 60 وتاني عرضيه تتعمل من الباك الشمال مارتين، لكن المره دي لمين؟ لاولمو اللي واقف لوحده تماما في منطقه مخفيه على دفاعات فريق انتر. اكلمك عن الدقيقه 87 ورافينيا خلاص بينهي اللقاء ويقول لك خلاص انا هنهي، ويعمل تسديده صدها سومير ترجع مره تانيه ليه ويسجلها رافينيا. اكلمك عن كره مرتده في الدقيقه 92 عمك الحاج لامين يامال يروح انفراد ويعمل الكره في القائم، تترد الكره الناحيه الثانيه وهجمه مرتده لفريق انتر، ثم تروح الكره عند عمك الحاج دومفريز اللي يعمل كره عرضيه ياخدها مين بقى؟ عمك الحاج تشيربي ويسجل هدف ثالث والتعادل في الدقيقه 93. ده احنا خلاص كنا بنلم الورق. اكلمك عن الاوقات الاضافيه والشوط الثالث في الدقيقه 99 كالعاده دومفريز يلخبط دفاع برشلونه وياخد كره يعملها عرضيه لتريمي اللي بيريحها ويحطها لفراتيزي اللي بياخدها بالراحه وفي الزاويه البعيده ويسجل هدف رابع، ويقول لك خلاص جبرت يا عم الحاج. متعه وجمال كانت موجوده على ارض الملعب من برشلونه والانتر في ماتشين مفيش احسن من كده، وزي ما قال ابو تريكه فريق برشلونه هو الاجمل والامتع حتى لو خسر. مبروك لكل واحد بيشجع الانتر وهارد لك لكل برشلوني.